أهم أخبار النهاردة جايب لك ملخص أخبار الأهلي والزمالك، وأي خبر جديد نزل أنا هقوله لك. قبل أي حاجة ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمتابعة واللايك الجميل ادعمني، علشان كده بنزل لك كل يوم نفس الفيديو وأخبار تفيدك جدا بإذن الله. صحيفة الرأي الأردنية محمود الخطيب كلف سيد عبد الحفيظ ببدء المفاوضات مع يزن النعيمات خلال الفترة المقبلة، والأهلي المصري جاهز لدفع الشرط الجزائي للعربي القطري لحسم الصف. مصدر بالأهلي لموقع 247 حدث تواصل مع يزن النعيمات ووافق على الانضمام للفريق، والقرار في يد ترب الآن. الشرط الجزائي في عقد يزن النعيمات مع العربي القطري $1,000,000 تقريبا. اليوم السابع الأهلي يتمسك بالتعاقد مع حامد حمدان في ميركاتو الأهلي الشتوي. مصدر داخل الأهلي لموقع 247 سبورتس تم الاستقرار على رحيل محمد مجدي قفشه عن الفريق، وفي حال وصول عرض رسمي سيتم الموافقة على رحيله. القاهرة 24 تفاصيل التجديد للاعبي الأهلي. بالنسبة لديانج، الأهلي عرض على اللاعب $1,250,000 سنويا، بزيادة سنوية $100,000 بالإضافة لعقد إعلانات مميز من الفئة الأولى. اللاعب طلب من الأهلي الحصول على $1,800,000 سنويا تشمل قيمة الإعلانات. بالنسبة لحسين الشحات، اللاعب لم يرفض القيمة المالية وعقد الإعلانات، والاعتراض الوحيد على مدة العقد. الأهلي عرض على اللاعب تجديد موسم وموسم آخر بموافقة الطرفين. اللاعب يصر على موسمين وآخر ثالث بموافقة الطرفين، يعني محتاج يجدد سنتين والموسم الثالث بموافقة الأهلي وموافقة اللاعب. بالنسبة للاعب أحمد عبد القادر، عرض الأهلي التجديد 3 سنوات مقابل 15 مليون جنيه تزيد بواقع $1,000,000 كل سنة. اللاعب طلب الحصول على 30 مليون جنيه سنويا في عقد لمدة 3 سنوات. مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر موعدها يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2025 في تمام 8 مساء وليس الخميس. موقع كورة، اجتماع حاسم بين الخطيب وترب لحسم صفقات الأهلي الشتوية. يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مهما وحاسما مع الدنماركي ييس تورب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم غدا الاثنين لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أكد المصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لكورة أن الاجتماع الذي سيحضره سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة سيكون بمثابة الاجتماع الفاصل في تحديد احتياجات الفريق وحسم صفقات الشتاء. وأضاف المصدر أن تورب سيحسم بشكل نهائي اختياراته ما بين قائمة الأسماء التي عرضت عليه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأهلي يستهدف التعاقد مع 4 لاعبين في يناير، تشمل مهاجما وظهير أيسر وقلب دفاع ولاعب وسط، تحسبا لاحتمال رحيل أليو ديانج الذي لم يرد حتى الآن على عرض تجديد عقده قبل سفره للانضمام إلى منتخب بلاده. وأوضح المصدر أن